حيكون هلالي. طبعا نتمنى التوفيق للهلال مع بريسبوليس الإيراني. لا تنسوا 2 مليون دولار بعد 3 أيام راح تكون من نصيب واحد فيكم. لسه عندكم وقت لتبعتونا كلمة حلم أو دريم أو غيب. قبل الفاصل كنا عم نحكي بروفايل عن ليو بوناتيني اللاعب البرازيلي بيلعب مع الهلال. هلا راح نسمع شو قال، وقال إنه الهلال كان صاحب العقد الجدي الوحيد اللي طلب بضمه، وقال إنه مواطنه إدواردو صديقه في نفس النادي كان له دور كبير في انتقاله للزعيم. وتحدث لمراسلنا ماجد ويجري عن العديد من الأمور والأشخاص من ضمنهم سلمان الفرج والشلهوب والقحطاني. نور الجاموس على المونتاج. ليو الدوران، ليو تصويب، يا رب. في البداية خليني أقول كيف جت فكرة أصلا وجودك في الدوري السعودي، الاحتراف مع نادي الهلال. Eu estava fazendo a minha pré-temporada no Estoril Praia. قبل انطلاق الموسم بدأت فترة الإعداد مع فريق السابق أشتوريا البرتغالي. وصلني خبر أن هناك نية للهلال من أجل التعاقد معي، وفي نفس الوقت تواصلت مع كارلوس إدواردو وهو الذي سبق وأن لعب في أشتوريا لسؤاله عن الهلال. فأنا كنت أبحث عن أكبر المعلومات الممكنة حول هذا النادي، وبمجرد أن بدأت أحصل عليها تمكنت من تكوين فكرة جيدة عن النادي، فتحمست جدا من أجل الانتقال وخوض هذه التجربة. قبل ما تقرر أن يعني تكون تلعب لنادي الهلال، والهلال بالتأكيد فريق كبير، هل كان عندك أي خلفية عن الكرة السعودية؟ سمعت عن الكرة السعودية في السابق، ولا كانت مفاوضات الهلال ودخولك للاحتراف في نادي الهلال كان هو الشيء الأول بالنسبة لك كسمعة للكرة السعودية أو سماع عن الكرة السعودية؟ Eu nunca tinha acompanhado, nunca tinha, para mim na minha cabeça. دعنا نتحدث عن المعلومات التي تتعلق بالمنطقة ككل وليس فقط عن السعودية. في البرازيل الكل يعرف منطقة الخليج العربي، لكنها ليست معلومات تفصيلية، فالكل يتحدث عن هذه المنطقة من ضمنها قطر ودبي والسعودية، لكن في التفاصيل لا نعرف عنها الكثير. عندها بدأت بالبحث أكثر ومعرفة كل شيء، كما أن إدواردو حدثني كثيرا عن الدوري السعودي وقال لي إنه دور قوي وتنافسي وفيه صعوبات كبيرة وعلى مستوى عالي من الاحترافية، وهذا ما لمسته على أرض الواقع. فكثيرا ما تمكنت أندية مؤخرة الترتيب من التفوق على الفرق المتوسطة وحتى الأولى، لذا أنا أعمل جاهدا وأعد نفسي أفضل إعداد منذ وصولي إلى هنا. فأنا سعيد جدا وأتمنى أن أساعد الهلال وأن أساهم في وصوله إلى البطولات والألقاب. ضغط هلالي، ياسر الشهراني وليوناردو. الكلام على أنه أن تأتي وتترك أوروبا وتأتي لنادي الهلال، إيش أبرز الدوافع اللي خلتك تجي هنا؟ Vou começar pela Itália porque قبل الحديث عن الدوافع التي جعلتني أنتقل إلى هنا، أود أن أتحدث عن الجانب الذي ربطني به في الدوري الإيطالي، وخاصة أنها جاءت قبل تواجدي في الدوري البرتغالي. كنت وقتها صغيرا جدا في العمر، أسست نفسي وتعلمت من تجربتي في إيطاليا الكثير. مررت بالعديد من الصعوبات داخل وخارج الملعب، هي أمور لم نكن نفهمها كوننا صغار في السن، لكنها علمتني ومنحتني الكثير. ولكن السؤال الذي دائما ما يتم طرحه علي هو لماذا تنتقل وتترك الدوريات الأوروبية الكبرى؟ فحتى الدوري البرتغالي يعتبر من الدوريات الكبيرة، فلديه أندية قوية كبورتو وبنفيكا وسبورتينغ وغيرها. تكلم الكثير عن رغبة العديد من الأندية في التعاقد معي، لكن لأكون صريحا فأن العقد الوحيد الذي وجدته جديا هو عقد الهلال. وعندما بحثت عن الهلال وشاهدت الكثير من اللاعبين البرازيليين المهمين في تاريخه، كما هو الحال مع تياغو نيفيز والذي يملك سمعة كبيرة في البرازيل، وبعدما تواصلت مع إدواردو وقال لي إن النادي كبير واحترافي ويملك قاعدة جماهيرية كبيرة، فلن تجد نفسك في دوري أقل من الدوريات الأوروبية الأخرى. قررت المجيء وأنا سعيد بذلك. Mas a verdade é que em nenhum momento nunca eu tive a proposta de nenhum desses clubes em mãos. الكلام انه كيف حتحافظون على هذا الفارق، خاصة وانك ستلاقي مباريات من الوزن الثقيل، ستواجه الشباب، الاتحاد، الاهلي، النصر، كلها مباريات كبيرة. Encarar o próximo jogo como jogo. بالنسبة لنا المباراة الأهم هي دوما المباراة المقبلة، فقد أعددنا أنفسنا أفضل أعداد لكل مباراة، كما نعرف أهدافنا وتعليمات المدرب واضحة، ونعلم جيدا مستوانا وإمكانياتنا، والأهم هو أن نقوم بواجبنا وأن نقدم أفضل ما لدينا مهما كان الخصم.
ومهما كانت طريقة لعبه. نركز تماما في طريقة لعبنا بغض النظر عن الخصم وقوته وبغض النظر عن ترتيبنا في الجدول، فنحن الأفضل ويجب أن نقدم الأفضل في كل مباراة، ويجب أن نعكس ذلك على أرض الميدان للمحافظة على الصدارة والوصول إلى هدفنا. E fazer o gol o mais rápido possível para nos dar uma tranquilidade. لكن هذه فرصة تحويل هدف أول. الله ليو اليوم من هو بالنسبة لك يعني اللي تشوفه تتمنى أن تصل إلى مستوى من اللاعبين على مستوى العالم، وحتى من اللي تطرب له ويعجبك على مستوى نادي الهلال تحديدا؟ E pela minha idade eu cresci acompanhando muito. مثلي الأعلى هو الظاهرة البرازيلية رونالدو. أنا لا أقارن نفسي به، أحاول أن أجتهد للوصول إلى الطريقة المثلى في إنهاء الهجمات. هو لاعب عبقري وتاريخه وأهدافه لا تقارن بأحد، لذا فهو مثلي الأعلى الذي لطالما تطلعت إليه. أما فيما يتعلق باللاعبين السعوديين فإن تحدثنا عن حد اللاعبين والإمكانيات التي يملكها فإني سأتحدث عن إعجابي بسلمان الفرج وطريقة لعبه، لكن إن تحدثت عن التأثير والحضور القوي في الفريق فبالتأكيد سأذكر الشلهوب وياسر قحطاني لما يملكانه من تأثير على الهلال وما قدمه للنادي. Porque acho que são jogadores que deram muitas alegrias para a torcida.